السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ فيديو النهاردة هنصنع فيه ترابيزة للليفينج أو ترابيزة لغرفة المعيشة. والترابيزة دي هتكون عرض 60 سنتي، والطول بتاعها 120 سنتي، والارتفاع بتاعها هيكون 50 سنتي. أول حاجة هنبدأ نجمع الفريم أو الإطار بتاع الترابيزة نفسه. وأنا هنا قطعت الفريم نفسه بزاوية 45، والفريم هيكون 10 سنتي في الأطوال اللي ذكرناها، اللي هو عرض الترابيزة 60 سنتي والطول بتاعها هيكون 120 سنتي. والخشب المستخدم هو خشب كونتر ميلامين. بعد ما جمعنا بالغيرة هنتأكد إن الزاوية قائمة 90 درجة، وبعد كده هنديها دبابيس. وأنا استخدمت الدباسة العادية اللي هي اليدوي. وبعد ما جمعنا الفريم هحط في الزوايا بتاعته زوايا من الخشب نفس الخامة، بس هتكون مثلثة عشان تمسك لنا الفريم أكتر. وبعد كده هنربطها بمسامير 3 سنتي، ونفس الزوايا دي هيتربط منها القرص بتاع سطح الترابيزة. طبعا أنا بثبت الزاوية بالأمير والمصلب بشكل مؤقت بس عبال ما أربط المسامير. بعد كده هخرم ببنطة 3 ملي للمسمار، وهخوش ببنطة 8 ملي عشان المسمار نفسه يسقط جوه ويقدر يلمس الخشب الجنب التاني أو يلمس الفريم نفسه عشان يتربط كويس. ونخلي بالنا واحنا بنربط بالمسمار، ونراعي كويس ان المسمار ما يبرزش معانا من الناحية التانية ويبوظ لنا الشكل. نعمل حسابنا جدا في المقاسات واحنا بنربط. بعد كده هخط بالقلم، اعمل خط يعني كده بالقلم عشان احدد بس المسافة اللي هيقعد عليها السطح. وهسقط في المسافة دي كلها او مكان العلام ده كله هبدأ احط الامير او الغيرة الشفاف. وبعد ما يتثبتوا هنربطهم من الزوايا زي ما اتفقنا بمسامير 3 سنتي. طبعا هو سمك الدبل مع بعض بيكون 3.5 سنتي، فاحنا مسامير 3 سنتي كفاية قوي. نيجي للخطوة اللي بعد كده وهي شكل الرجول. وشكل الرجول طبعا لازم يبقى دبل، وعشان الدبل يكون موازي للسطح هنعمل زي خلع او فريز عشان الرجل تطلع تبقى مساوية للسطح بالشكل اللي هتشوفوه في الرسمة. هنضطر نشيل قيمة 18 مللي بالظبط. انا كده ثبت الرجول بتاعت جنب واحد بشكل مؤقت عشان بس اخد المسافة ما بينهم عشان ابدأ اعمل القطعات بتاعتها. والمتر اللي انا بستخدمه في القطعيات هو المتر نفسه اللي هستخدمه في قياس الجزء اللي فاضل ده. طبعا انا حاطط الرجول بشكل كروكي عشان ابدا اطلع القطعه اللي في النص. وبعد ما قصيتهم طبعا انا عملت هنا الدبل هيكون وش ساده ووش ملامين. الوش الساده هحط فيه الغيره وهدبل الجزء اللي في النص او الوصله اللي ما بين الرجلين ببعض. طبعا هنا انا استخدمت غيره اللي هو الابيض او الغيره الاحمر، يعني اللي يعجبك اشتغل بيه، الاتنين كويسين. استخدمت الغيره البلدي عشان خاطر كده كده ده خشب طبيعي مش خشب ميلامين. وبعد كده هنمسكهم بالقمط ونسيبهم يجفوا على مهلهم. بس عشان الغيره بيتزحلق طبعا فانا اضطريت ان انا امسكهم من الجوانب بالشكل ده، وبعد كده هبدا امسكهم بالمشابك. ولازم نمسح الغيره الزياده بقطعه قماش مبلوله عشان بعد ما بيجف بيكون صعب ان هو يشيله، ممكن يبوظ شكل الخشب.
الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نجمع شكل الرجل النهائي. طبعا انا مرقم كل قطعة خشب للزاوية بتاعتها عشان ما نتلخبطش. هثبتهم بالامير وبعد كده هربط بمسامير 5 سنتي خطوة واسعة. كل جنب هياخد له 3 مسامير، وبعد كده هحط القطعة اللي هتكون تخانة اكبر بحيث ان هي تغطي شكل المسامير في الرجل. هنشوف ده بعدين. ولو حضرتك وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى ان شاء الله الفيديو عجبك، فما تنساش بقى تدعمنا بلايك وتقولي رأيك في كومنت لان رأيك يهمني. ولو حضرتك اول مرة تشوفنا على يوتيوب ما تنساش تشترك في القناة وتشغل الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا ستايل الترابيزة اللي شبه اللي انا بصنعه ده لو اتعمل بخشب سادة عموما كان التجميع بتاعه كان هيبقى اسهل من كده بكتير طبعا، بس عشان هو ميلامين فاحنا بنراعي بقى الحاجات الديكورية اللي فيه او الحاجات ان هي تكون بشكل بسيط. هنبدأ نوزن الرجول في مكانها عشان نبدأ نحط التخانة واللي هتدارلنا شكل المسامير. وطبعا التخانة زي ما احنا عارفين ده ميلامين على ميلامين، فبالتالي هنلزق بالأمير والمصلي أو الغيرة الشفاف. هو ليه كذا اسم، سوبر جلو، أمير، يعني على حسب ما بيسميه في المحافظة بتاعتك أو في البلد بتاعتك. وطالما رشيت المثبت يبقى لازم تخلي بالك وانت بتركب القطع عشان ما تتزحلقش منك. لو اتزحلقت بتثبت على وضعها والشكل بيبقى. وده كده الشكل النهائي للرجول، وهنخلعها عشان نركب شريط الحرف. هتربط من هنا بمسامير. هنيجي عند الجزء ده كده كل واحدة تاخد لها 4 أو 5 مسامير 3 سنتي عشان السمك طبعا. تمام. والناحية التانية زيها وباقي الرجول هتتعمل بنفس الطريقة. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نشتغل على شريط الحرف اللي هندري بيه الرجول. وشريط الحرف هنا أنا استخدمت شريط حرف 4 سنتي. وفي فكرة عملتها عشان نطلع ان شكل الرجل من الجنب يبقى كأنه متقفل بزاوية 45، ان هو قص الاطراف بتاعة شريط الحرف نفسها بزاوية 45 عشان يبان الشكل النهائي كويس. وبعد كده بنلزقها بالمكوى ونمشي عليها بقطعة قماش مبلول. وما تقلقوش شريط الحرف المكوى اللي انا جايبه كويس جدا وخامته تخينة جدا، بس هو مش PVC، بس هو خامته كويسة جدا. بعد كده هنبدأ نثبت كل رجل في مكانها، وزي ما اتفقنا هنربطها بمسامير. بس قبل ما نربط بمسامير نوزن شكل الرجل عشان الترابيزة ما تلقش على الأرض. طبعا بنربط بمسامير 3 سنتي، والمسامير اللي أنا استخدمتها اللي هي المعتادة الخطوة الواسعة، لأن بتكون أنضف وأقوى من المسامير الخطوة الضيقة. ده وجهة نظري يعني. وطبعا حابب انوه لحاجة بسيطة، انا لابس هنا لبس شتوي لان الفيديو ده متصور من حوالي 3 شهور، ونظرا لضغط الشغل انا ما كنتش عارف ان انا امنتج الفيديو وارفعه. وفي فيديو تاني برضه هينزل بنفس اللبس الشتوي عشان بس ما تفكروش ان انا لسه لغاية دلوقتي مشتي. بس كده وهنبدأ نوقف الترابيزة على رجلها ونفنشها الفينش النهائي بقطعة منديل أو قطعة قماش وعليها تنر. ببدأ أمسح الميلامين كويس، لأن ساعات بيكون مطرح المقطع أو مطرح المنشار بيكون فيها لطشات كده، خط أسود، مطرح القلم، كلام من ده. كل ده ببدأ أفنشه في النهائي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتم وإن شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ونتقابل إن شاء الله في الفيديوهات الجاية على خير. سلام.